أهلا بيكم. قبل ما أبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. فيلمنا بيحكي عن مصر القديمة وإنها هبة النيل، وإن زمان في المعتقدات والأساطير يقال إن الآلهة سكنت في الأرض مع البشر، لكن كانوا أعلى شأن من البشر لدرجة إن الدم اللي كان بيمشي في عروقهم ما كانش دم عادي، لا ده كان دهب. ومش بس كده، دول كانوا يقدروا يتحولوا لأي شكل من الوحوش العملاقة. ووقتها مصر كانت منقسمة في الحكم على اتنين إخوات، الأخ الأول أوزاريس إله الحياة، ويعتبر الملك المحبوب لكل الشعوب في الأرض وفي جميع الأراضي حوالين نهر النيل اللي يعتبر منبع الحياة، وأخوه ست الشرير واللي ما كانش محبوب. وبنعرف إنه كان بيحكم الصحراء القاحلة، وده كان مضايقه جدا وبيزود الشر والغضب جواه كل يوم. لكن كل حاجة بتتغير لما بيجي اليوم اللي أوزاريس بيقرر يتوج ابنه حورس حكم البلاد. وبنشوف بيت واللي بيكون واقف في السوق وبيسرق فستان من البياع لحبيبته زويا، وبيطلع يجري لما البياع بياخد باله، ولما بيروح لها بيلاقيها بتقيس فستان عشان تلبسه تاني يوم في حفلة التتويج، وبتعرفه انها فرحانة لان الآلهة هيمنحوهم إله جديد يحكمهم. لكن بيت مش بيكون مهتم بالآلهة وبياخد الفستان اللي معاها وبيديها الفستان الجديد، ولما بتقيسه بتكون جميلة جدا وشبه الأميرات فيه، وبيطلب منها يهربوا سوا ويعيشوا مع بعض، وبيوعدها انه في يوم من الأيام هيحقق حلمها وهيخليها ملكة غنية جدا وعندها قصر كبير وخدم حواليها. بعد كده بنشوف حورس وهو نايم والخدم بيصحوه من النوم، وبنشوفه انه ضخم جدا واكبر من كل اللي حواليه، ولما بينزل في الميه بتدخل عليه حبيبته حتحور، وبنشوف ان حورس بيحبها جدا وبتقول له انها مش مصدقه انه هيكون الاله الجديد لمصر وانه مش باين عليه كده خالص، وبيديها الاسوره اللي بتكون لابسها في ايديها وبيكون فيها 42 نجمه عدد الشياطين اللي هو قتلهم، لأنهم كانوا بيطاردوها والأسورة دي بتحميها من الشياطين ومش بيقدروا يقربوا منها. بعد كده بيروحوا لصالة التتويج واللي بيكون فيها ناس كتيرة جدا وكل الآلهة بيكونوا متجمعين فيها، وبيتم تقديم الهدايا للآلهة الجديدة من الشعب اللي بيكون فرحان جدا. والقائد بيقدم الإله حتحور إلهة الحب، وبعدها الإلهة نفتيس إلهة الحماية، وأخيرا الإلهة تحور إلهة الحكمة. وأم حورس بتسأل تحور لو كان متوقع إن صديقه حورس هيحكم البلاد، وهو بيقول لها إنه أثبت ده. وأوزوريس بينده على ابنه حورس إله الهوى عشان يتوجه ولسه هيلبسه التاج، بيقطعهم دخول الإله ست اللي بيسلم عليهم وبيعرفهم إن الرحلة كانت طويلة وأخد فيها 3 أيام مشي في الصحراء عشان يقدر يوصل يوم التتويج، وبيكون جايب بوكسد لحورس وبيطلب منه يشغله، ولما بيعمل بيه صوت بتكون دي إشارة لجنود ست اللي بيدخلوا للساحة وبيحاوطوا الإله والشعب. وأوزوريس بيسأل ست أخوه عن اللي بيعمله، فست بيقول له يقتله، ولكن أوزوريس بيرفض لأنه بيحبه. ولما بيروح عشان يحضنه بيغدر بيه ست وبيطعنه بالسكينة وبيعلن نفسه قدام الكل إنه هيكون ملكهم الجديد، وبيضطروا الآلهة والشعب ينحنوا ليه وهم متهددين، وبيقوم حورس يتقاتل معاه، وكانت معركة قوية بينهم هما الاتنين، وبيقدر حورس يدمر الدرع بتاع ست، لكن ست بيكون قوي والاتنين بيتحولوا لوحوش وبيتقاتلوا مع بعض وبيهدموا المبنى حواليهم، والشعب بيخاف وبيطلعوا يجروا، وزويا بتفترق عن بيك ومش بيكون عارف يوصل لها وسط الزحمة، وبيقدر ست يهزم ابن أخوه في الآخر وبيطلع عينيه الاتنين ولسه هيقتلوا بالرمح، بتترجعها تحور وبتركع قدامه عشان يسيبه عايش. بعد كده ست بيقتل ظل الآلهة اللي بتعرفه طريقة الحكم وبيخلي كل الشعب شغال عبيد عنده من غير رحمة. وبنشوف بيك وهو بيهرب من شغله وبيحاول يتسلل القصر اللي زويا شغالة فيه خادمة للمهندس المعماري التابع لست، وبنشوف ان المهندس المعماري بيعامل زويا بتكبر، ولما بيمشي بيدخل بيت من الشباك وبيقول لها انه عاوز ياخدها ويهربوا من هنا، لكن هي بتفضل لان اهلها هيكونوا شغالين عبيد، وبتقترح عليه يدخلوا للأوضة السرية اللي في قصر ست عشان يقدروا يسرقوا عيون حورس، لأنه لو استعاد عينه هترجع قوته وهيقدر يحارب ست ويحكم بالعدل، وهو بيكون قلقان لأن ده يعتبر تحدي للإله، لكن هي بتطمنه وبتاخده لمكتبة المهندس المعماري وبتوريه مخطوطات وخرايط كتيرة للأوضة السرية، وبيشوفوا إن المهندس بنى فيها أفخاخ كتيرة عشان محدش يقدر يمر منها بسهولة. بعدها بنشوف إن حتحور عايشة مع ست وبتحاول تبسطه غصب عنها عشان ما يقتلش حورس اللي اتفنى برا البلاد، وست بيقول للمهندس إنه عاوز يبني مباني عظيمة وعالية جدا في مصر عشان يقدر يقرب من أبوه إليه النور ويكون مفضل عنده، وبيت بيقدر يمط على عربيات الدهب الداخلة للقصر، والدهب ده بينزل جوه نفق بيوصل للأوضة السرية اللي فيها العين، ولما بيدخل للأوضة بيراجع الخريطة وبينجح في تخطي الأفخاخ بصعوبة، وآخر جسر بيكون بينهار وبيجري بسرعة وبينط ياخد العين. ولما بيرجع لزويا في القصر بيكون المهندس عارف إنه سرق الخريطة وبيهددوه وبيقول له يطلع اللي سرقه، وبيت بيطلع قطع الدهب وبيديها له، لكن المهندس بيأمر الحراس يرموا زويا للذئاب، وبيك عشان ينقذها بيعرفوا إنه سرق حاجة تانية، وبيخرج العين وبياخد زويا وبيركبوا العربية وبيهربوا بيها.
لكن المهندس بيقدر يصوب سهم على زويا وبتموت، وبينصدم بيك وبيوصل بيها للمكان اللي حورس قاعد فيه وبيقول له انه معاه العين بتاعته، ولسه ما خلصش كلامه وبيهجم عليه حورس عشان ياخد العين وبيفضل يضربه ويبهدله، وبيك بيقول له انه هيديها له مقابل انه يرجع حبيبته للحياه. ولما بيحاول حورس يرجعها للحياه مش بيعرف، وبيحضر انوبيس اله العالم السفلي اللي بياخد روح زويا وبيمشي بيها، وبيك بيفقد الامل وبيعرفه انه هيرمي العين دي في النهر، لكن حورس بياخدها منه وبيساله عن العين التانيه وكان هيخلص عليه، وبيك بيقول له ان العين التانيه موجوده في هرم ست وانه عارف الطريق ليها، وحورس بيوعده انه لما يسترجع العين التانيه هيرجع حبيبته للحياه لانه هيبقى الملك وهيقدر يتحكم في نوبيس. والمهندس بيعرف ست ان عين حورس اتسرقت، وطبعا ست بيتعصب عليه وبيلومه لانه ما قدرش يبني افخاخ اصعب من كده. في نفس الوقت اللي بنشوف بيك وهو بيتسلق الجبل مع حورس وبيوصلوا لاعلى نقطه فيه، وده لان حورس عاوز يطير لجده اله الشمس راع عشان يساعده في حربه، وبيطلب منه يرجع له قوته على الطيران من تاني عشان يقدر يوصل له، وبالفعل بترجع ليه قوته وبيتحول لوحش بجناحات، وبياخد بيك معاه وبيطير في السماء لحد ما بيقدر يوصل لسفينة جوه السماء، وهناك بيشوف جده رع وهو بيحارب إله الشر أبو فيس وبيقدر يحمد قوته ويرجعه لمكانه، وبيعرف حورس إنه بيقاتله كل يوم عشان يمنع مخططاته الشريرة على أهل الأرض، وحورس بيطلب منه يساعده يخلص على ست لأنه قتل أبوه، لكن رع بيرفض يدخل نفسه في الحرب اللي بينهم على الرغم انه مش راضي عن حكم ست للارض، وبيوافق يخلي حورس ياخد من الميه السحريه اللي تقدر تخمد قوه ست من جوه الهرم بتاعه. وبنشوف ان ست اعلن الحرب بشكل رسمي على قلعه مراته نفتيس المعاديه لقلعته، وبيطير بالعربيه بتاعته للقصر بتاعها وبيقدر يكسر جناحاتها، وحورس وبيك بيوصلوا للارض من تاني لكن بيهجموا عليه حراس ست، وهنا بيقدر حورس يتصدى ليهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني ما عدا واحد بس اللي بيرمي حورس في الشلال وبينزل بيك وراه عشان ينقذه وبيقدروا يخرجوا من الميه. والحارس الاخير بيرجع لست وبيعرفه بمكان حورس وانه اخد عين من عيونه وانه وعد بيك انه هيرجع له حبيبته، لكن ست مش بيكون مصدق لانه ما يقدرش يعمل كده، وست بيكون متعصب جدا وبيخلص على الحارس الاخير وبيطير رقبته وبيأمر اتنين من حراسه يهاجموه. ولما بتساله حتحور عن اللي بيحصل بيعرفها انه قريب جدا طريقهم هما الاتنين هيكون واحد، وبيطلب منها تساعده يدخلوا الارض الاموات عشان يقدر يتحكم في روح زويا، وهي بترفض لان الشياطين هتطاردها، لكن هو بيهديها وبيقول لها ان معاه الاسوره اللي هتحميها من الشياطين. وحتحور بتكون شايفه حورس باستخدام السحر بتاعها، ولما سيد بيكتشف ده بيكون هيقتلها مقابل خيانته، وبيعرفها انه قطع جناحات نفتيس لانها عرضت امره، لكنها بتطلع الاسوره اللي حورس اداها لها والشياطين بتخطفها، وبتلبس الاسوره من تاني والشياطين بتبعد عنها وبتلاقي نفسها جوه الصحراء. وبيكون بيك قاعد مع حورس في معبد ابوه، وحورس بيحكي له ان المعبد ده كان ارض خصبه في الاول وكان المكان المفضل لابوه لدرجه انه سمح للفقراء يدفنوا موتاهم فيه، وفجاه بيلاقوا عاصفه رمليه داخله عليهم وبيشوفوا تعبانين كبار داخلين عليهم وبيطلعوا يجروا لانهم مش هيقدروا عليهم، والتعابين بتفضل تطاردهم وبتجري وراهم وبتهد في المعبد وبيطلعوا نار عليهم وهم بيحاولوا يتفادوا ضرباتهم. وحورس بيقول لبيك يشتت انتباه التعبان ويخليه يجري وراه، وحورس بينط على ظهره وبيقدر يخدعه ويخليه يقع في الوادي، والتعبان التاني بيكون هيخلص عليهم، لكن بتظهر حتحور وبتقدر تسيطر على التعبان وتنومه مغناطيسي وبتأمره يحرق نفسه. وحورس بيعرف حتحور انه هيدخل لهرم ست عشان يدمر قوته، لكن حتحور بتعرفه انه مش هيقدر يدخل للهرم بالسهوله دي، وده لان ست زود الحراسه عليه وحط ابو الهول جواه، وعشان تدخل للهرم لازم تجاوب على الغاز ابو الهول صح والا هيخلص عليك. وبيلجأوا يروحوا لاله الحكمه تفول لانه يقدر يحل الالغاز، وبيعبروا الغابه وفي الطريق بتحاول حتحور تسيطر على بيك لكنها مش بتعرف، وبتكتشف انه بيحب من قلبه لانها مش بتقدر تسيطر على الشخص اللي بيحب بصدق، وبتساله عن اسم حبيبته وبتتاثر لما بتعرف انها زويا. وفي الاخر بيوصلوا لتحور اله الحكمه وبيطلب حورس مساعدته، وفي الاول هو بيكون رافض لانه مشغول بحمايه مملكته من غزو ست ليه في اي لحظه، لكن بيك بيستفزه وبيقول له انه رافض لانه خايف يجاوب غلط، وتحور مش بيستحمل الاهانه وبيوافق يروح معاهم، وبيوصلوا للصحراء عند الهرم وبيشوفوا ان احجار الهرم بتتحرك بشكل عشوائي، وبيقدر بيك يدخل لجوه الهرم وبيوقف العجله اللي بتحرك الصخور، والاله بيقدروا يعبروا جوه الهرم، لكن بيطلع لهم ابو الهول اللي بيسالهم سؤال وللاسف تحور بيجاوب غلط، وحورس هو كمان بيجاوب اكتر من مره غلط، وابو الهول بيكون هيقتله، لكن في الاخر بتقدر حتحور تجاوب على اللغز صح وهو بيتراجع وبيخليهم يعدوا، وبيشوفوا قدامهم عين فيها نار في مركز الارض، وبيقرر حورس يرمي الميه فيها عشان يضعف قوه ست، لكن بيطلع لهم فخ وقارورة الميه بتقع من حورس وبيظهر ست من ورا تحور وبيطلع عقله في ايده
وبيروح بيك عشان يرمي المية المقدسة في العين، لكن بيك بيطلع له قلادة زويا وبيعرفه إن حورس كذب عليه لما قاله إنه يقدر يرجع حبيبته للحياة لأن دي مش بإيده، وبياخد منه قارورة المية وبيفضيها على الأرض وبيسخر منهم وبيمشي، وبيكون بيك غضبان جدا والمبنى بيبدأ ينهار عليهم، وبيقدر حورس يطلع نفسه من الفخ هو وحتحور وبينقذهم قبل المبنى ما ينهار عليهم، وبيك بيكون منهار وبيقول لحورس إنه خدعه وكذب عليه لما قال له هيساعده وهيرجع زويا للحياة، وحورس مش بيكون عارف يعمل له حاجة. وهنا بتقرر حتحور إنها تضحي بنفسها عشان تنقذها، وبتخلع الأسورة وبتديها لبيك عشان يقدر يرجع زويا بيها، وبيحاول حورس يمنعها تمشي وتسيبه لكن الشياطين بياخدوها، وحورس بينزل على الأرض وبيكون متأثر وزعلان إنه فقدها للأبد وبيدي الأسورة لبيك، وبنشوف زويا وهي عند البوابة الأخيرة للحياة التانية، وبيظهر بيك وبيدي الأسورة لإله العالم السفلي وبيقدر ينقذ زويا. في نفس الوقت اللي سيد بيكون جمع كل القوى اللي سلبها من الآلهة التانية وبيكون أقوى من الأول بمراحل كمان، وبيكون عنده جناحات اللي أخدها من نفتيس وعقل طفور، وبيسافر للفضاء عند إله الشمس رع وبيعرفه إنه عاوز يكون خالد وما يموتش، وإن الطريقة الوحيدة اللي يقدر يعمل بيها كده إنه يخلي أبوفيس إله الشر يهجم على المملكة كلها عشان يدمر العالم السفلي، لكن رع بيرفض طلبه وبيجهز سيفه عشان يخلص عليه، وبيكون سيد قوي جدا وبيقدر يتصدى لهجومه وبيطعنه في صدره وبيخلص عليه وبيرميه من على السفينة وبيجري للمملكة، وبيكون إله الشر قدر يوصل ليها لأن رع الإله الوحيد اللي كان بيصده ما بقاش موجود، وبيفضل أبوفيس يدمر في المدينة ويهدمها في نفس الوقت اللي أنابيس كان بيحاول يرجع زويا لعالم الأحياء من تاني، لكن بوابة الحياة التانية بتنكسر وزويا بتطلب من بيك يرجع للحياة من تاني ويساعد حورس في حربه ضد ست، وبالفعل بيرجع بيك وبيقرر هو وحورس يروحوا لست ويوقفوه، وبيجروا مع عربة طائرة مجهزة بالأسلحة والآلية عشان تساعدهم في حربهم، وبيتجهوا في طريقهم لست، وبنشوف إن سيت حصل على درع رع وبيوجه إليه الشر أبوفيس ناحية نهر النيل وبيهدم كل حاجة في طريقه، وبيوصل حورس وبيطلع على الأهرامات وبيدخل في معركة ضد سيت اللي بيحارب بدرع رع، وبيكون سيت قوي جدا وبيقدر يهزم حورس ويوقعه على الأرض، ولسه كان هيقتله ويخلص عليه بيظهر بيك اللي بيربطه بحبل وده بيعصب سيت جدا، وبيروح يضرب بيك اللي بيقدر ياخد العين التانية لحورس وبيكون هيقع من على الهرم، وبيرمي العين التانية لحورس في نفس الوقت اللي بيقع فيه، وبيختار حورس إنه ينقذ بيك وبيسيب العين وبينقذه قبل ما يقع من على الهرم، وبيتحول لوحش وبينقذ بيك قبل ما يقع وبيطير بيه، وبيك بيكون مبسوط انه قدر يسترجع قوته من غير ما يستخدم العين التانية، وحورس بيفهم انه قوي من غيرها وبيطير علشان يتقاتل مع ست وبتحصل بينهم معركة قوية في السماء، وبيستخدم ست رمح رع وبيحاول يخلص بيه على حورس، وبيدخلوا الاتنين لجوه مبنى وحورس بيهجم عليه وبيقدر يكسره لجناحاته وبيوقع المبنى عليه، وست بيكون مأذي وضعيف جدا وبينزف، وبيقدر حورس يخلص عليه في الآخر باستخدام رمح رع وبيطير بيه في الفضاء، وبيوصل للرع وبيرجعه للحياة من تاني باستخدام الرمح، وأول ما بيفوق رع بيهزم إله الشر وبيفضل يضربه ويطعنه بالرمح وبيخلص عليه في الآخر، ولما بيرجع حورس للأرض بيلاقي طفل لقى العين بتاعته التانية وبكده بترجع ليه قوته في الآخر، وبيشوف إن بيك مات بسبب الإصابات اللي اتعرض ليها وبيشيله وبيحطه جنب زويا، وهنا بيظهر رع وبيكون فخور بيه إنه أثبت جدارته وقوته وبيقول له يتمنى أمنية وبيتمنى إن بيك وزويا يرجعوا للحياة، وبالفعل بيرجعهم وبيتم تتويج حورس ملك للبلاد وبيقول لهم إنه هيحكم بينهم بالعدل وهيغير من حسابهم في الحياة الأخرى، وإنهم مش هيتحاسبوا بشغلهم كعبيد أو بعدد الكنوز اللي هيجمعوها لكن بالأعمال الصالحة اللي هيقدموها وهيقوموا بيها، وبيك بيديله أسورة حتحور عشان يروح ينقذها وبيتحول لوحش وبيروح يجيبها للحياة من تاني وبيعيشوا سوا. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، أتمنى يعجبكم، ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.